بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. معلش بقى على التأخير، كنت تعبانة كده بس الحمد لله. يعني اللي يشوف الفيديو يدعي لي كده ان ربنا يشفيني يا رب. النهارده هنعمل مع بعض اكل بسيط كده، وولادنا يعني بيجيبوه من الشارع وكده. انت تعمليه في البيت بأسهل طريقة. انا هعمل فراخ اللي هي الصدور ستريبس، وهعمل الرز اللي هو الريدوز. انا حطيت الاول على الفراخ هنا. دي تتبيله الفراخ، هعملها زي عجينه الايه، الكريب كده. آه ولا تقيله ولا خفيفه. حطيت ملح وفلفل والسبع بهارات وبابريكيا واللهم صل على النبي، كاري او كركم زي ما انت عايزه. بس وحطيت لحد ما حطيت ميه، وحطيت لبن حسب ما العجينه تبقى معاكي بالطريقه دي. يعني انا عملت التتبيله دي، انا عملتها من بالليل. يعني اقل حاجه تعمليها 3 ساعات، وسبتها بقى في الثلاجه من بالليل. هنيجي هنا هنعمل الرز. الرز هنحط معلقه سمنه، واحط معلقه سكر. هسيب السمنه تدوب مع السكر تديني اللون اللي انتوا شايفينه ده، وانزل ببصلايه وسط كده. الرز الريزو اللي بتلخبط فيه ليه مش عارفه. آه الرز دوت يعني بنشتريه من بره والله العظيم، قسما بالله. يعني حبة رز اعملوه بالطريقة دي. طبعا دي مش طريقة المطاعم، بس مشابهة ليها. الريزو دوت بيبقى عايز يعني من الشارع حاجة تانية يعني. وفي البيت عاملاه بقى انت بعمايل ايديكي، مع حتة سمنة بلدي كده، والله طعمه مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. انا حطيت ملح، حطيت مكعبين مرقة، حطيت معلقة السكر في الاول زي ما قلت لكم كده، يعني كرملتها مع البصلاية. وبعد كده حطيت ملح ومعلقتين صويا صوص الغامق. لو عندك الباربيكيو حطي برضو صوص الباربيكيو، هتبقى جميلة، هيديها برضو طعم جميل، بس انا ما عنديش. حطيت صويا صوص غامق وبس. البصلايه دوبك تدبل، ما بتاخدش لون. هي كده كده هتغمق لما عشان السكر متكرمل، وطبعا الصويا صوص بس. وحيقته كويس وحطيت ميته وسبته ايه مع نفسه يغلي غلوه، ووطي عليه. هنعمل مع بعض هنا التوميه. حطيت كوبايه ميه او كوبايه ونص ميه، واللهم صل على النبي، وثلاث معالق نشا. اسيب النشا تقعد لحد ما تشرب الميه وتربط معايا كده. بس لازم تقعدي تقلبي فيها شويه عشان النشا تستوي. انا فضلت اقلب فيها كده لحد اما ايه، ما تخافيش هي مش هتكتل منك، ولو كتلت انت كده كده هتضربيها في الخلاط. بس حاولي يعني ايديك يكون فيها تبقى ناعمه كده عشان النشا نفسها ايه تستوي. ادي الرز على جنب اهوت على النار. خلاص عملت النشا، خليت النشا تستوي كده سوا كامل كده. اول ما تبقبق مني كده اعرفي ان هي استوت تمام. حطي معلقه توم. التوم بس عندي مجمد شويه، فانا بحط ايه، يعني بحاول اطلعه كده. المهم يعني هتبقى في معدل، لو عندك توم مفروم يبقى معلقه توم اللي هي معلقه الاكل، معلقه مليانه. عندك توم صحيح يبقى 5 فصوص توم على 3 معالق نشا. وبنحط معلقتين كبار، يعتبر يعني في معدل معلقتين كبار مايونيز. وانا كنت عامله توميه امبارح بس حط عليها زبادي، ما حطيتش عليه، بس والله كانت فظيعه بالزبادي برضو رهيبه. لو مش ما عندكيش مايونيز تحطي زبادي. انا عشان ما حطيتش زبادي دلوقتي حطيت عليها ايه، المايونيز ولبن. وحطيت معاها ربع قد فنجان بتاع القهوه كده زيت، بس زيت يكون نباتي عشان ما يعملش بس ريحه معاه. بس وحبه الملح بتوعك، والحمد لله على كده. والله طعمها ما قادره اقول لكم. والقوام بقى زي ما انتوا عايزين. عايزين كده هي كده كده مظبوطه، عايزين تخففوها شويه ممكن تحطوا عليها شويه لبن برضه. ادي الرز بص معايا مفلفل وعامل ازاي. حبه رز بقى، ولا تقولي لي بقى ايه كنتاكي ولا بتاع. انت بس ابدأي كده في الرز جميل جميل جميل.
انا هنجيب معايا الفراخ، اتبلها بدقيق. عايزه تحيقي الدقيق تحط عليه بقى كاري برضو، وتحطي بابريكيا، وتحطي حاجات تحيقي يعني الدقيق، انت حره. بس انا ال- التتبيله معايا مظبوطه، يعني ما جازفتش واللي انا ايه احط عليها حاجه تاني. هي التتبيله معايا مظبوطه. انا هحطها من العجينه اللي انا عاملاها للدقيق، ومن الدقيق ابلها بس في ميه كده. انا بس بعمل طبق، يعني طبقه سميكه شويه، تحس تيجي ايه معايا ايه مكرمشه كده زي ما بيتباع بره. الطاسه عندي ذوق، يعني الزيت يكون قدح كده شويه، وابتدي ان انا ايه اقلبه. ما تقلبيش الا لما تحسي ان هي خدت لون معاكي، عشان التتبيله ما تقعش منك في الطاسه. بص انا بس الحته اللي وقعت صغننه دي وقعت من ايدي، كانت شابكه في ايدي من تقليبه بس الفراخ. انما هو ولا كفر وقع ولا حاجه ابدا، زي ما انتوا شايفين كده. تمام، اكمل انا بقيه الكميه كده بقى مع نفسي، وايه واوريكم في الاخر. ادي الطاسه التانية، هي جت معايا 3 طاسات بس. الفراخ، بص الرز استوى معايا، بص منظر الرز عامل ازاي. والله ريحته، جربوا الطريقه بتاعتي دي، والله سهله وجميله، وريحته جميله. حاجه كده مع عمايل ايدك، يعني مش هتيجي احسن من كده يعني. اكل الشارع والله ما يجوا يعني كبشه من اللي انا بغرف عليها دي، وبالشيء الفلاني. شوفي انت بقى ما تعملي حاجه بعمايل ايديكي، وكمان يبقى بالطعم ده. ادي خلصت الكميه كلها، هفضي بس التوميه. مع التوميه بقى عيشتهم جو الشارع بالظبط. انا عندي توميه تاني، انا عملت مش الكميه، مش جت السلطانيه دي بس، لا يعني جت اكتر من كده. حطيت في طبقين كده توميه، وادي الفراخ. والله مولعه النار، مش عارفه امسكها في ايدي. معلش انا بنقي واحده بس تكون يعني مش سخنه برضو، مجرد ما الكفر يبقى يعني يتقطع، الفراخ تبقى مولعه نار. بس برضو هقطعها اهو بالسكينه واوريكم. بصوا قلبها ابيض ازاي، زي العسل والله. هتعجبكم، او انا مش قادره اقف طبعا، فضلت ايه اكل وانا واقفه، وسقسق كده في التوميه. جميله والله، وهتعجبكم قوي. بالله عليكم ادعوا لي بالدعاء بالشفا كده، ومتشكره لكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله.